السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم مع وصفة خفيفة وسهلة من وصفات رمضان. راح أسوي معاكم حلا جدا سهل، كاستر لكن بطعم الآيس كريم. وصفة سهلة وباردة ولذيذة. عندي المقادير، عندي 3 أكواب من الماء، وعندي كوب حليب بودرة، طبعا تقدروا تستبدلوها ب3 أكواب من الحليب السائل، عندي ظرف دريم ويب، وعندي علبة قشطة، وعندي طبعا الكاستر المكون الرئيسي، وعندي مع المقادير 6 ملاعق من السكر راح أضيفهم مع المقادير بالقدر. الوصفة جدا سهلة، مجرد إني كل هالمقادير راح أضيفها بقدر على البارد قبل ما أضيفها على النار أو قبل ما أحطها على النار، وأحركهم مع بعض لحتى تختلط معايا كويس وما يكون عندي أي تكتلات. بالنسبة للسكر أنا هون ضايفة 6 ملاعق من السكر، تحبوا تكون حلاها زايد تقدروا تزودوا الكمية شوي حسب رغبتكم. هون بعد ما خلطناهم على البارد راح أحطهم على النار وأستمر بالتحريك لحتى يغلي معايا الخليط ويسخن. طبعا هون تقريبا بلش يغلي معايا، بعد ما يغلي أتركه كم غلوة فقط على النار، بس مجرد تقليبة تحريكة بسيطة دقيقة مو أكثر يعني، ويكون عندي الكاستر جاهز. شوفوا هون صار عندي جاهز، راح أوزعه بأكواب أو طوس وأخليه برا شوي بس يبرد، أدخله الثلاجة وأتركه لعدة ساعات، كل ما برد أكثر أو أقل شي 6 ساعات لحتى يبرد تماما، وبعدها نقدر نزينه ونقدر نقدمه. تستمتعوا بأطيب كاستر بطعم الآيس كريم بارد ومنعش ويسترسح على القلب. إن شاء الله يا رب وصفة اليوم تعجبكم، وأكيد راح تعجبكم وراح يحبوها الكبار قبل الصغار. وهذا كان فيديو اليوم، لا تنسوا تفعلوا زر اللايك لعيون ماما، وانتظروني حبايبي بوصفات قادمة.